ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ربنا سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. هذا شروع في المقصود. هذا أوان الشروع في المقصود من هذه السورة، وهو إظهار ما لقنه ربنا سبحانه للقمان من الحكمة. قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان هذا كانت تعرفه العرب في جاهليتها. ذكر بعض أهل التفسير أن هذه السورة نزلت بسبب أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان من لقمان وابنه سؤال تعنت، فنزلت هذه السورة. فسؤالهم عنه يدل على معرفتهم إياه. وروى ابن إسحاق في سيرته بإسناد منقطع أن سويد بن الصامت أتى مكة في الجاهلية، أتى مكة حاجا أو معتمرا، فتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس، وسأله أن يسمع منه هذا الذي معه، فقال له سويد بن الصامت: لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: معي مجلة لقمان، أي حكمة لقمان. مجلة في لسان العرب ليست هذه المجلات. فقال: اسمع. فتلا عليه بعض ما عنده من حكم لقمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن، والذي معي خير منه. وتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض آية في القرآن. فيقال إن سويدا هذا قال: إن هذا كلام حسن وسأنظر، فلم يسلم ولم يبعد. فلما رجع إلى المدينة قتله بعض الخزرج، وذلك قبل يوم بعاث، فكان قوم يقولون إنه مات وهو مسلم، والله أعلم بصحة ذلك. المهم أن لقمان هذا كان حديثه يعرفه خاصة العرب. ولقمان كان رجلا صالحا أتاه الله الحكمة، وهذا مذهب الجماهير. وقال عكرمة مولى ابن عباس والشعبي: كان نبيا. وعلى القول بأنه كان نبيا يكون قول ربنا سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. تكون الحكمة هي النبوة، والحكمة تأتي بمعنى النبوة. قال ربنا سبحانه:
واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة النبوة. ولكن الأظهر هو قول الجمهور، لأن ربنا سبحانه هنا لم يمتن عليه بنبوة ولا بكلام ولا بوحي ولا بكلام الملائكة، فالأظهر أنه كان عبدا صالحا أتاه الله الحكمة ومنعه النبوة. ويقولون إن لقمان هذا كان أحد أبناء آزر أبي إبراهيم عليه السلام، ومنهم من يقول إنه ابن أخت أيوب عليه السلام، ومنهم من يقول إنه عاش 1000 سنة وأدركه داود عليه السلام، والله أعلم بصحة ذلك كله، ولو كان مما يهم لا ذكره لنا القرآن. وقال سعيد بن المسيب كان لقمان أسود من سودان مصر غليظ الشفتين. وقال مجاهد كان أسود عبدا أسود غليظ الشفتين مشقق القدمين. أنا أقول لك سعيد المسيب سيد التابعين ورعا وتقا وعلما، لماذا ما الذي يعنينا من كونه غليظ الشفتين ويزيد الآخر يكون أسود ومشقوق القدمين؟ ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا أن يبين أن مثل هذا في العادة تصد عنه الناس، لا تقبل إليه. هذا مثل هذا لو وجده أحدهم ببابه لا أزاله عنه. مثل هذا المنظر ليس منظرا مألوفا هذا، لكن مع ذلك مع هذا يذكره في القرآن، يخلد ذكره، يكون سيدا على الناس، ليبين لك أنه ما ضره عظم شفتيه ولا تشقق قدميه ولا سواد لونه لما آتاه الله الحكمة. هذا ما يصنع الرب سبحانه بهؤلاء الذين تمجهم الأعين حين يلبسهم هذا اللباس، لباس الحكمة، فيرفعهم حتى يخلد ذكرهم في كتابه. والحكمة التي أوتيها لقمان حكمه مأثورة، قلنا أن نمشي على القول بأنه ليس بنبي. حكمه مأثورة ذكر منها ربنا سبحانه ما ذكره في هذه السورة، وذكر منها مالك حكمتين في الموطأ ببلاغين، أحدهما أن لقمان قيل له ما الذي بلغ بك ما نرى، أي من الفضل، أسود غليظ الشفتين مشقق القدمين سيد على الناس. كيف هذا؟ ما الذي بلغ بك ما نرى؟ فقال صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني، هذا الذي بلغ بي. والبلاغ الثاني ذكره مالك في الموطأ أن لقمان قال لابنه يا بني اغشى العلماء بمجالسهم وزاحمهم بركبتيك، فإن الله سبحانه ينور القلوب بالحكمة كما يحيي الله الأرض بوابل الماء بوابل المطر. وروى الإمام أحمد أيضا عنه حكمة له بلاغا، قال لقمان ابنه يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وتخير به المجالس، أو كلام هذا معناه. وذكر أحد من الأئمة المالكية العتبي في مستخرجته 5 بلاغات أخرى عن مالك، ويذكر تذكر بعض هذه الحكم في كتب الأدب. وقد تعنى بعض العلماء لأنه لا يعرف كتاب مجموع جمع حكمة لقمان طبعا، والمسلمون قد استغنوا عن ذلك بما جاءهم عن ربهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم الحكمة، غير أن مع ذلك الزيادة
زيادة الخير، زيادة الحكمة، زيادة التعقل، هذا لا يردها أحد. يقولون في بعض كتب الأدب يقولون إن سيد لقمان قال للقمان: اذبح شاة وأتني بأطيب عضويها، فذبحها شاة وأتاه بقلبها ولسانها، ثم قال هذا السيد قال للقمان: أما وجدت أطيب من هذين؟ يعني أين الذراع وأين الريش وأين القلب واللسان؟ فسكت لقمان، ثم قال له: طيب اذبح شاة أخرى وألقي أخبث جزئها، فذبح شاة وألقى قلبها ولسانها. فاستغرب هذا، كيف يكون القلب واللسان في الوقت نفسه أطيب شيء وأخبث شيء؟ فسأل فقال له لقمان: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. وطبعا هذا يدل له الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، من جملته اللسان. وقيل إنه سئل مرة عن شر الناس فقال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، ها شرهم. وهذا أيضا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون، ما المجاهر؟ الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، هذا المجاهر، نسأل الله العافية. قال ربنا سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة المعرفة التي لا يخالطها الغلط. الحكمة هي إدراك الحقائق على ما هي عليه، بحيث لا تلتبس على الحكيم. هذه الأشياء المشتبهة التي عادة ما تشتبه على الناس، يشتبه بعضها ببعض، لا تشتبه على الحكيم لأجل تلك الحكمة التي بها يفرق بين المشتبهات، لأنه عرف الأشياء على حقيقتها. والحكيم من عامل وفق الحكمة، فليس الحكيم أن يعرف الحكمة، لا، الحكيم من يعرفها ويعمل وفقها. والحكمة كانت ترد في كلام العرب على ما يدل على تزكية الأنفس، وما يدل على مكارم الأخلاق، وما يدل على ما فيه الوعظ. هذا شيء كانت تعتني به الشعراء في شعارها. من أعظم من يعتنى بذلك أبي سلمى زهير، خصوصا في معلقته، يقول: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم، ومن يصنع المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندمي، ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، إلى آخره. قال ربنا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. هذه أول حكمة لقنها ربنا سبحانه لقمان، أول حكمة، رحمك الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. على ماذا؟ على ما فيك يا لقمان من نعم الله عليك التي تستوجب الشكر لله، وأولها أنه اصطفاك لأن يعطيك الحكمة. أنت الوحيد الذي من خلق الله يودع فيه حكمة ربه، اصطفاك، هذا فضل، ثم يعطيك تلك الحكمة. هذا كأنه حمله على النظر في دلائل نفسه قبل أن ينظر في دلائل الأشياء، أن يسترشد قبل أن يرشد. أن نشكر الله، أول حكمة أن نشكر لله على ما أولاكه من النعم. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. ما هو الشكر؟ الشكر
هو الثناء لأجل معروف أولاكه الشاكر المشكور، هذا الشكر. المشكور أولاك معروفا فتثني عليه، هذا الشكر. والشكر لله والثناء عليه بسبب معروفه الذي لا نحصيه. فيظهر الشكر على اللسان، ويظهر في القلب، ويظهر في الجوارح. يظهر على اللسان ثناء، ويظهر على القلب اعترافا ومعرفة. القلب ينفعل عندما يدرك، يحس، يستشعر بهذه النعمة. ويظهر على الجوارح استعمالا لتلك النعم فيما يرضي المنعم سبحانه. ولهذا أحسن ما قيل في الشكر في الاصطلاح هو استعمال ما وهبك المنعم في رضاه. هذا الشكر. كما قال أحد علمائنا: الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. هذا الشكر. الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه، هذا الشكر. أن تستعمل ما أنعم به عليك مولاك فيما يرضيه عنك، قد شكرت. لكن شوف، هنا قضية في هذا الشكر، هناك قضية. احنا قلنا الشكر يكون لأجل معروف أولاكه الشاكر، ولا لا؟ فهذا شكر، أعطاك كذا وأعطاك كذا واختصك بكذا، تشكر هذه النعم. لكن ينبغي أن ننتبه إلى شيء قبل هذا. هل أنت الوحيد الموجود يعطى هذه الأشياء، أم في ناس تراهم لم ينعم عليهم بمثل ما أنعم عليك به؟ موجود. فلماذا اختصك مولاك بهذه النعمة؟ لماذا أعطاكها دون هؤلاء؟ يعني هناك شكر لأنه أنعم عليك بغض النظر عن الذي أنعم عليك به. شكر لأنك عنده بمحل من ينعم عليه بغض النظر عن الذي أنعم عليك به. شوف الآن أنتم الطلبة والشيخ تحبونه جميعا وتنافسون في التقرب منه إلى آخره، فجاء وقال لواحد منكم هذه هدية، أعطاه قلم لعله لا يسوى دانقة تافه، هذه هدية مني إليك. طبعا هو قد يفرح بهذا القلم، لكن الذي يفرح أكثر هو أنه ببال الشيخ بحيث إنه يهدي إليه. ولذلك بعضهم يأتي في هذا بشيء عجيب. قال واحد: لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. يعني ولو المساء منك أنت ذكرتني. ولهذا ذاك الذي قلت لك، وهذا الرجل من علمائنا الذي قال ما قال في تعريف الشكر زاد بيتا، قال: الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه متضعا. لا يحمله الشكر على البطر، النعمة لا تحمله على الفقر والبطر. متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا بفوزه بالنعم. يفرح بالمنعم عليه أنه رآه أهلا لأن ينعم عليه، امتن عليه بأن اختصه بأن ينعم عليه. ولو أنعم عليك فكيف وما، وليس شيء ينعم به الرب يكون تافها أو حقيرا. أن نشكر لله، هذا الشكر. ولقد وصينا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ليس الشكر منك أيها الشاكر يزيد ربنا شيئا، ولا ترك الشكر منك أيها الشاكر ينقص ربنا شيئا. شكر الشاكر عائد له، مصلحته عائدة له، نفعه عائد له للشاكر. ما مصلحته؟ أن تزيد النعمة،
أن تستمر وتزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت تشكره وأنت تستفيد وأنت تنتفع وأنت يحصل لك النفع. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ثم شوفوا هنا قال ربنا ومن يشكر، لم يقل ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، جاء بفعل مضارع الدال على تجدد الشكر، وليس أن الشكر شيء مضى وانقضى، لا، إيماء إلى أن هذا الشكر ينبغي أن يكون من الشاكر على وجه التجديد، كل مرة يشكر. وكيف لو ونعم الله عليك أيها الشاكر تتجدد في كل حين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة في كل وقت، في كل وقت لا تخلو من نعمة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصوها. والنعمة تجد في كل يوم. أنت الآن في كل يوم تستيقظ تقوم في صحة وعافية، نعمة متجددة. في كل يوم تجلس تتغدى ما تقول لا أكل هذه ولا أكل هذه وحمية من هذه، نعمة متجددة. بل في كل يوم تجد ما تأكله، نعمة متجددة. في كل يوم تضع رأسك على وسادتك فتنام لا تتدور من ألم ولا من، نعمة متجددة. تكون جالسا وتحب أن تقوم فتقوم، ما عندك ألم ولا شيء يحبسك على القيام، نعمة متجددة. في كل لحظة عينك تطرف بنور تبصر به، نعمة متجددة في كل لحظة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن يشكر لا بد من إحداث الشكر كل حين كل حين، ولا نوفيه شكره سبحانه. لا يمكن أن نوفي ربنا شكره. تدرون لماذا؟ لأن ربنا أنعم عليك بنعمة من بين نعم كثيرة لم تفطن لها أصلا، فكيف تشكرها وأنت لست مستيقظا لها؟ عادي مثل أمس قضية البحر والماء الهواء وهذا ما أنت لم تفطن لها أصلا. خليك معي، فطنت لواحدة من بين ألوف فقمت تشكر، شكرت الله عليها. طيب صاحبك أنعم عليه بمثل الذي أنعم عليك ولم يشكر هو، من وفقك إلى أن تشكر؟ طيب وفقك إلى شكره وصرف غيرك ولا لا؟ أليس هذا التوفيق نعمة أخرى؟ فهمت كلامي؟ طيب هذه نعمة أخرى تستدعي أيضا شكرا ولا لا؟ فكيف تشكر؟ هذا الدور هذا. فأنت دائما مدين لربك سبحانه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وشوفوا هذه فإنما، هذا حرف الدال على الحصر، ليس شكرك راجع إلى ربك، شكرك راجع إليك إلى نفسك. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. تأكيد هذا لما دلت عليه الجملة التي كنا فيها ببيان ضدها، يؤكد معناها ببيان ضدها، وبضدها تتميز الأشياء. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. طيب ضد الشكر الكفر، شكر النعم ضده كفر النعم، ألا يشكر مولها، أن ينسب إيلاؤها إلى غير مولها، هو ينعم وغيره يشكر، هذا كفر النعم. طيب قال ربنا ومن يكفر فإن الله غني حميد. ها هنا محذوف من الكلام، شيء محذوف من الكلام.
دل عليه الجملة التي قبلها، قال ربنا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإنما يكفر على نفسه أيضا. هذا هو المحذوف، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإنما يكفر على نفسه. ضرر كفره للنعمة راجع عليه. ربنا سبحانه منزه عن أن يمسه ضير من يكفره، كما أنه منزه سبحانه عن أن يمسه نفع من يشكره. ولذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. تشكر أنت وتكفر ويقول ماذا؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سواء كفرت أم شكرت بالنسبة لربك سبحانه لا يزيده ذلك شيئا ولا ينقصه شيئا، إنما ذلك راجع إليك يا من شكر أو راجع عليك يا من كفر، نسأل الله العافية. ولذلك قال ومن كفر فإن الله غني عن شكرك أيها الشاكر، غني عنك شكرت أو كفرت. أنا شو ذكرت لكم الحديث، شو هذا الغنى. أولكم من لدن خلق آدم إلى أن ينفخ النافخ في الصور كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، لم يزيد ذلك في ملك ربنا شيئا، وإن كانوا بضد ذلك لم ينقص ذلك من ملك ربنا شيئا. هذا الغنى. ومن كفر فإن الله غني. الله أكبر. حميد أي محمود، فاعل بمعنى مفعول، كما نقول قتيل بمعنى مقتول، وكف خضيب بمعنى مخضوب، وشعر دهين بمعنى مدهون، فاعل بمعنى مفعول. حميد أي محمود، ربنا محمود وإن لم تحمدوه أيها الجاحدون المشركون. محمود حمده عباده وحمد نفسه. الحمد من قال الحمد لله رب العالمين؟ الله حمد نفسه. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يثني على ربه يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا لا أحصي هو يثني ومع ذلك يقول لا أحصي، لا، الثناء عليك لا يحاط به، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهو محمود سبحانه. الله هو الغني الحميد محمود، أو حميد أي مستحق لأن يحمد، مستحق للحمد. لماذا؟ لأنه ما من نعمة إلا هي منه، وما بكم من نعمة. شوف النعمة في هذه وما بكم من نعمة نكرة وهي في سياق نفي، فكان ممكن والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي وما لو قال ربنا وما بكم نعمة فمن الله، كان هذا الكلام يفهم منه أنه ليس توجد نعمة إطلاقا إلا وهي منه سبحانه. هذا كان يدل عليه الكلام لو أنه قيل وما بكم نعمة فمن الله. ربنا زاد من وما بكم من نعمة، هذه من للنص على العموم، ينص على العموم نصا. وما هذاك العموم الذي كان ظاهر صار نصا بحيث لا يحتمل غير هذا أبدا. هذه من هذه، وزيد لتنصيص العموم وهي فيما لازم النفي لتأكيد تفي. حميد، فمن كان هذا شأنه سبحانه هو مستحق للحمد، حمدته أو لم تحمده سبحانه. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن
الشرك لظلم عظيم. بعد أن ذكر ربنا سبحانه تلقين لقمان الحكمة، ذكر ربنا سبحانه تلقين لقمان الحكمة، لكن فهمتوني شيخ، لأن هذا الكلام عندي فيه ضمائر تارة يعود إلى فاعل وتارة يعود إلى المفعول. لما ذكر ربنا سبحانه أنه لقن لقمان الحكمة، ذكر بعد ذلك تلقين لقمان للحكمة، لقنها فهو يلقنها، وهذا أول تلقين من لقمان لابنه. وهذه الوصية التي وصى لقمان بها ابنه جمعت العقائد والأعمال والأدب وأدب المعاملة وأدب النفس. وإذ قال لقمان لابنه، قال السهيلي صاحبنا هذا المغربي دفين مراكش الإمام الفحل المشهور، كان اسمه بني لقمان ثاران، وقال الكلبي كان اسمه مشكم، وقيل كان اسمه أنعم. ويكون ماذا؟ لو كان مما يهم أيضا لذكره القرآن. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، نعم سيدي، قلت كان اسمه سيقال يذكر اسمه مشكل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. قال ربنا وهو يعظه، وهو هذا مبتدأ، ويعظه جملة من فعل وفاعل مفعول به في محل رفع خبر، فهذه جملة اسمية. دائما فرقوا، الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، الجملة الفعلية تدل على التجدد، حدوث شيء مرة فمرة. ربنا لم يقل وإذ قال لقمان لابنه يعظه، لو قال يعظه لكانت جملة فعلية. قال ربنا وهو يعظه وجاء بالجملة الاسمية. لماذا؟ أنا قلت لكم الآن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، دائما يعظه، ليس يعظه مرة ويتركه ثم يجدد له الوعظ مرة ويتركه، دائما يعظه. وهذا هذا الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه كل واعظ، وهو يعظ، أن يستمر في الوعظ، أن يثبت على الوعظ، أن يدوم عليه، لا يحمله ما يرى من بعد الناس، لا يحمله على ترك الوعظ، على اليأس منهم فيترك. هذا يقول لقمان وهو يعظه، وهذا مما حملته عليه حكمته أنه لا يأس من الخلق وإن رأى منهم ما رأى. يا بني لا تشرك بالله، يا بني كما سمعتم، هذه هكذا يقرأ حفص وحده، وقرأ ابن كثير يا بني لا تشرك بالله، يا بني بالسكون، والباقون يقرؤون يا بني لا تشرك بالله. هذه كلمة أصلها يا بني، عند كلمة ابن ردت إلى أصلها باء ونون وياء في آخرها، هذه الياء الأولى، زيد إليها ياء التصغير، ولد تصغره على وليد، جاءت ياء التصغير، ثم الياء الثالثة اللي هي ياء المتكلم بني، فاجتمع لنا ياء التصغير وياء التي هي أصل كلمة وياء النسبة. ليس أحد يقرأ يا بني بالياءات الثلاث، الأكثرون ماذا يفعلون؟ يزيلون يخففون بحذف ياء المتكلم، فتبقى الكلمة يا بني.
هذه قراءة الأكثرين. حفص يقرأ يا بني، بناء على أن الكلام في أصله يا بنياه، وهذه إحدى صيغ المنادى إلى ياء المتكلم، إلى يا بنياه، فحذف الألف وبقيت الفتحة دالة على الألف المحذوفة يا بني. وابن كثير يقرأ يا بني لأنه زاد حذف الياء التي هي ياء الفعل، ياء الكلمة، وبقيت الياء ياء التصغير ساكنة يا بني. هذا تصغير، ولكن هذا ابن لقمان كان كبيرا، كيف يا بني؟ هذا تصغير. فالتصغير هنا لا يراد به حقيقته. أنت الآن قد يكون المرء منا شاب عارضة وأبوه يقول له يا وليد، أنتم تقولون يا وليدي، يا وليدي، وليدي بالتصغير. نحن أيضا نقول أوليدي، لكن نحن نرقق اللام. أنتم كيف تقولون؟ وليد. فالمهم أنه تصغير مع أنه ليس بصغير، ولا لا؟ قد يكون جدا، إذا كان أحد أبوه حيا يا وليدي، هذا وليد، هذا ليس وليد هذا. لكنه تصغير، ليس فالتصغير لا يراد لحقيقته، إنما يراد لما فيه من بيان التحبب والتعطف. فلقمان عندما يقول ابني يا بني كأنه ينزله منزلة الصغير في التحبب عليه والتعطف عليه وشدة الحدب عليه. وهذا حينما يفعله الناصح، حينما يكون ناصحا، يدل على أنه يمحض النصيحة. هو أصلا في الخطاب يبين لك أن الخطاب خطاب تحبب، خطاب رفق، خطاب اللطف، خطاب شفقة. فكيف هذا الخطاب هو خطاب نصيحة؟ كيف تكون نصيحة؟ نصيحة ستكون نصيحة من حب من طب لمن حب. يا بني لا تشرك بالله، هذه أول وصية، لا تشرك بالله. بدأ بالوصية في الاعتقاد، وبدأ بوصية ما لا يفعل، قدم ما لا يفعل على ما يفعل. لماذا؟ لأن النفس قبل أن تحليها بصفات الكمال يجب أن تخليها عن صفات الفساد، تزيل عنها صفات الفساد، ولا سيما إذا كان الفساد راجعا إلى الاعتقاد، فإنه أصل الخلل كله وأصل الفساد كله. فإذا صالح الاعتقاد صالح بعد ذلك العمل كله. فلذلك قالوا لا تشرك بالله، أول الوصايا نهي عن الشرك. وقال له لماذا؟ لأن الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولما كان ظلما عظيما كثر التحذير منه. ربنا سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم خليله من أهل الأرض لئن أشركت ليحبطن عملك. لا يغني، لا يدفع عنك حبوط العمل أنك محمد صلى الله عليه وسلم. لئن أشركت، يخاطب نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك. ليس فيه هوادة. لم يغني نوح عن ابنه، ونوح يعني يا ربي أنا 1000 سنة وأنا أدعو إلى سبيلك وتحملت من إيذايا هذا ابني لأجلي، سامحني فيه لأجلي. إني أعظك أن تسألني من إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظروا كيف الكلام مع نبيه. يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الشرك لا هودة فيه، لا تشرك بالله. وثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يختصه بهذا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آيات
ولهذا أول شيء يقول لا تشرك بالله. إن أشركت بالله ما الذي ينفعك؟ أن تكون حسن الخلق. ما الذي ينفعك؟ أن تطعم الأيتام والأرامل، ها هم ينتفعون، أما أنت لا ينفعك شيء من ذلك، وأنت جئت إلى القمة فهدمتها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أبرزك من العدم إلى الوجود، من يقدر على هذا؟ ثم جعل له ندا. روى البخاري مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال يؤتى يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهون أهل النار عذابا يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ما في الدنيا أكنت تفتدي به اليوم؟ فيقول نعم. فيقول له قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك، أردت ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يا بني لا تشرك بالله. لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. هذا تعليل للنهي عن الشرك. كأن سائل يسأل لماذا، يجيء الجواب إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم. تدرون لماذا هو ظلم عظيم؟ لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا منه مع من لا نعمة منه. كيف يستويان؟ كيف تسوي بين من لا نعمة إلا منه مع من لا نعمة منه أبدا؟ هذا ظلم عظيم. ظلم للرب سبحانه لأن حقه على خلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به. ظلم للمشرك نفسه لأنه وضع نفسه في محل خسيس، يعبد الجمادات، يعبد الأشياء، يعبد البشر الناقصين، ظلم للناس جميعا لأنه قد يقتدى به في الشرك. ظلم لأهل الإيمان خاصة لأنه يحمل على اضطهادهم وأذاهم، فهو ظلم عظيم. نسأل الله العافية. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الآن الآية والتي تتلوها هي من كلام ربنا سبحانه، ليست من وصايا لقمان لابنه. تخللت هذه الآية والتي بعدها وصية لقمان. ربنا سبحانه أخبرنا أن لقمان قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم ذكر الآيتين ثم يجيب بعد ذلك يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل يا بني أقم الصلاة إلى آخره. فكلام لقمان هذا مصدر بيا بني لأنه يعظ ابنه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وفصاله أن اشكر لي، هذا ليس من وصية لقمان. فهذا من كلام ربنا تخلل وصية لقمان. لماذا في هذا المكان؟ لأن فيه التأكيد على ما يريده لقمان في وصيته. لقمان قال لابنه يا بني لا تشرك بالله. ربنا سبحانه قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لوالديك. هذه كلها مقدمة. المقصود وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهما.
سأبين لكم ذلك. قال ربنا سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه. ربنا سبحانه لم يترك فاذة ولا شاذة من أحوال علائق المسلمين بالكافرين إلا ذكرها وبين ما يصنع المسلم فيها. ومن جملة ما ذكر هنا هو كيف يصنع المسلم مع أقربائه من ذوي الكفر. لماذا؟ لأن القرابة بين المسلم والكافر تحمل على الشفقة وعلى حسن المعاملة وعلى المناصرة، ما يصنع القريب وقريبه. لكن الخلاف في الدين يدعو إلى المناوئة والمغاضبة. الآن هذا محل واحد، جهة فيه تدعوك إلى توليه ونصره وإحسان عشرته، وجهة فيه تدعوك إلى مناوئته ومغاضبته. فجاءت الآية يذكر فيها ربنا كيف يصنع هذا المسلم في هذا المحل الملتبس المشكل، ولا سيما إذا كان المشركون متصلبين في كفرهم بحيث يؤذون المسلمين لردهم على الإسلام. كيف نصنع بها في تعاملنا مع هؤلاء؟ فجاءت الآية وليبين أيضا ربنا سبحانه أن قول لقمان ابنه لا تشرك بالله ليس خاصا بابن لقمان، هذا مما وصى الله به الإنسان التي لهذا الجنس. ليست هذه وصية للقمان فقط ألا يشرك بالله، هذه وصية للناس كلهم في جميع الأوضاع ولو في أحراجها، وهي الوضع الذي يجاهد الوالدان فيه ابنهما على أن يشرك. يأمر ربنا سبحانه بطاعتهما وتعظيم حقهما وإلى آخره، بل يقرن سبحانه الأمر بعبادته بالأمر ببرهما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقرن، ولكن يقول لك في أحرج الأحوال صاحبهما وأحسن عشرتهما، ولكن لا يحمل كذلك على أن تفسد الذي بينك وبين ربك. مكان ملتبس، وذلك يحصل فيه الخلل. سمعت واحد أسلم فنصحه الناصحون. كان مثلا إذا ذهب إلى يزور، طبعا أنتم تعلمون أن الأجانب يكثر العقوق فيهم، عندهم العقوق شيء عادي، يشتم الرجل أباه ويشتم أمه، وحتى الوالد لا يغضب حين يشتم لكثرة ما هذا الأمر عندهم. فحين يسلم تغير الأوضاع، يصير هذاك الذي كان يشتم يعظم الحق وإلى آخره، لكن يحصل له الالتباس. هل أسلم عليه إذا كان عنده الخمر؟ هل أسلم عليه؟ هل أزوره؟ كثير منهم كانوا يقطعون الصلة بآبائهم المشركين، لأن إذا ذهبت عنده يضع الخمر، إذا ذهبت عنده يفعل كذا، إذا ذهبت عنده يفعل كذا، فيقطع الصلة. بل أحيانا أنا سمعت، حدثت عن إنسان من المسلمين من جهة ممكن يكثر فيها البدع أو شيء، فقال هو يقول أنا أبوي كفر أبويه، ما أدري هل كانوا يذهبون إلى الله أعلم. المهم هو كفر أبويه المسلمين اللذين يصليان ويصومان رمضان ويزكيان ويحجان، لكن رآهما يصنعان شيئا عده شركا، ثم عده شركا مخرجا لهما من ملة المسلمين، وقال دفنتهما ولم أبكي عليهما. يعني أنت شو بطولة العالم في العقوق تريد ماذا؟ يعني ماذا تريد؟ هذا كتاب جينيس، هذا للأرقام القياسية في إيش؟ هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم. فلذلك قلت لكم أنا القرآن هذا ربنا ما ترك شيئا إلا وبينه، إما بالإجمال وإما بالتفصيل. بالإجمال الذي بينه بعد ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في يقول ربنا سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه، أي أمرناه
بوالديه، أمرناه ببرهما ووصينا الإنسان بوالديه. حملته أمه وهنا على وهن. الوهن الضعف، مصدر وهن يهين وهنا، أي حملته ضعفا على ضعف، ضعفا بعد ضعف، لأنه كلما زاد الحمل زاد ثقله فازدادت هي ضعفا. حملته وهنا على وهن. طيب هذه حملته وهنا على وهن، هذه الجملة استثارة لترقيق هذا الولد في امتثال وصية البر بوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته. لماذا ربنا سبحانه يذكر هذا الحمل بعد الأمر بالوصية، بعد الأمر بالبر؟ يستثير العطف في نفس الولد بأن يذكره أحوال أمه حين حملته، في حين يتذكر أنه كلما ازداد هو ثقل جرمه زاد ذلك ضعفا فيها، هذا يحمله على التحنن عليها وعلى فيعينه على امتثال الوصية. ووصينا الإنسان بوالديه. طيب حملته أمه وهنا على وهن. لكن هنا قضية، أنا أمس قلت لكم بغي انتبهوا، أشياء تمرون عليها في القرآن لا تلتفتون إليها، من جملة شيء الآن مررنا عليه لم تلتفتوا إليه. ربنا قال ووصينا الإنسان بوالديه أم بأمه؟ بوالديه. طيب حملته أمه وهنا على وهن، ما هذا؟ هذا ترقيق له لأجل أمه. طيب الأب هو يقول وصينا الإنسان بوالده، قال وصينا الإنسان بأمه، ويذكر في تعليل الأمر بالوصية ما يرجع إلى الأم وحدها، فأينما يستعطفه لأجل أبيه. وشن تكلم. وإلى آخر الآية لم يذكر ربنا شيئا رجع إلى الوالد. ووصينا الإنسان بوالده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. طيب ما في شيء يرجع إلى الوالد يدعو هذا الولد إلى أن يبر بأبيه. وشو كلام. لماذا لم يذكر أباه واكتفى بما يتعلق بأمه؟ لأن من الذي كان يقوم على تلك الأم حين تزيد وهن على وهن؟ الوالد ولا لا؟ حملته أمه وهن على وهن. طيب من كان يسعى في شأنها؟ هي ضعيفة، وكلما ازداد هو ثقلا ازدادت هي ضعفا. فمن كان يؤود بحملها، ومن كان يعينها، ومن كان يأتي لها بما تحتاجه؟ ولذلك لم يذكر لنا معروف، لأنه معلوم، لأن هذا حينما يتذكر ضعف أمه بالنسبة له سيتذكر ما كان يصنع أبوه مع أمه لأجله. فهمتوا الكلام؟ طيب حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الفصال الفطام، لأنه فصل عن الرضاع. وفصاله في عامين أي في آخر العامين، لأن يمكن أن يكون الفصال قبل ذلك، لكنه ذكر غايته. لماذا يذكر غايته؟ لأنه احنا في سياق استرحام هذا الإنسان، فيقول لك عندما يقول له أرضعتك سنتين سيكون من التحنن عنده أكثر من يقول أرضعتك 3 أيام ثم فطمتك. لذلك يذكر الآمد الأبعد للرضاع. وفصاله في عامين. طيب الفصال هذا ما وجه كونه سببا يرقق الولد على أمه؟ الحمل فهمناه ولا لا؟ لأنها يتعبها وتتألم معه. ولكن الفصال كيف يكون هذا الفطام علة في أن هذا الولد يتعطف على تلك الأم؟ ما وجه الفصال في ذلك؟ لأن الفصال يؤلمها حينما ترى تألم ابنها في أول فطامه. كلنا رأى أما لنا أو زوجة لنا حين تفطم
كيف يكون ذلك الصغير أول ما يفطر؟ يبكي ولا ينام فهي تتألم لتألمه. فهذا هو يذكر هذا، أنا لما كنت أتألم هي تألم لأجلي. هذا كله يبعث فيه هذا التبرر بأمه أولا وبأبيه استتباعا لأمه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي. طبعا عندما يقول ربنا وفصاله في عامين هذا دليل على أن لا رضاعة بعد العامين، أن الرضاع المحرم الذي تترتب عليه أحكامه هو الرضاع الواقع في عامين. الرضاع الذي يقع بعد عامين لا تترتب عليه أحكامه، لا يكون محرما. فرضاع الكبير الذي وقع مع زوجة أبي حذيفة مع سالم هذا خاص بها. فإذا كمن جاء بعد في هذه القرون التي نسمع فيها العجب وأجاز أن يرضع الكبير، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. هذه أن تفسيرية، كأن ربنا يقول أي. ما هي الوصية؟ ووصينا الإنسان بوالديه، وصيناه بماذا؟ ما الذي وصى ربنا سبحانه به هذا الإنسان في والديه؟ الوصية هي اشكر لي ولوالديك. اشكر لي على نعمي التي أسبغتها عليك، واشكر لهما اعتناءهما بك إذ أنت صغير وإذ أنت لا تحسن تطعم ولا تحسن تشرب ولا تحسن ما يحسنه الإنسان ليبقى إنسانا، ليبقى حيا. وهما كانا يقومان بذلك كله، لا يأكلان حتى تأكل ولا يشربان حتى تشرب ولا يضحكان حتى تضحك ويسهران إذا سهرت ويمرضان إذا مرض. وهذا يقتضي الشكر لهما. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. التهديد هذا، إلي المصير فأحاسبك على ترك شكري لأجل نعمي وترك شكرهما لأجل إحسانهما. إلي المصير. وإلي هذا الخبر يعني جر متعلق بمحذوف خبر. عكس ربنا الترتيب، وأنا قلت لكم غير مرة إن تأخير ما يحقه الابتداء وتقديم ما حقه التأخير لأجل الاهتمام الحاصل. إلي المصير، إلي دون غيري. لا تطمع في أن يكون المصير إلى غيري، إلي المصير وحدي. هذا العربي لا يفهم هذا المعنى لو قال ربنا المصير إلي، لكن العربي يفهم إذا قال ربنا إلي المصير أنه لا يكون المصير إلا إليه، فلا يطمع في أن يكون ثم مصير لغيره. إلي المصير. زيد سيدي. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا المقصود. ما كان في الآية الأولى قبل هذه هو توطئة لأجل هذا. ربنا سبحانه عظم الحق وأمر بالبر وذكر بأسباب التحنن على هؤلاء الوالدين، ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. لأن هذا التأكيد لما قال لقمان لابنه لا تشرك بالله. يعني هذان اللذان عظمت لك حقهما
وأمرتك ببرهما ووصيتك فيهما وأمرتك أن تشكرهما. لا تفهم من هذا أن تشرك بي لأجلهما، أن تمتثل أمرهما في القطيعة بيني وبينك. لا. هذا الآن إزالة الالتباس الذي كان حاصلا في الأذهان. كيف يجتمع الأمر بالبر مع البغض للمشرك؟ ما هي المجاهدة؟ قال ربنا إن جاهداك. المجاهدة الإلحاح على الشيء، السعي فيه بشدة. يعني يا ربنا سبحانه يصف الوالدين، لا يصفهما فقط بكونهما مشركين، ولا يصفهما فقط بكونهما يدعوان الولد إلى الشرك، لأنه قد يدعوان يقول يا هذا كما كان يصنع كثير من الآباء، يقول له هذا الدين لا خير فيه ودينك خير منه وانتهي القضية. لا، يصفهم ربنا هذين الوالدين بأنهما يجاهدان ابنهما على الشرك، يبذلان وسعهما في صرفه عن الدين، يلحان عليه. وإن جاهداك على أن تشرك يحملانك حملا على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. تشرك به ما ليس لك به علم، ما ليس لك به حجة، ولكن حجة على ماذا؟ ما ليس لك به علم على أنه يستحق أن يكون شريكا لي. هذا معنى وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم أنه يعبد معي. طيب، هل يمكن أن يحصل علم بوجود شيء يستحق أن يعبد مع الله؟ ما يمكن. ما. فإذا ماذا فعل ربنا؟ نهى عن الشرك كله، لأنه نهاه عن الشرك تقليدا. أن تشرك به ما ليس لك به علم، يعني على وجه التقليد، أن تشرك تقليدا لهما في شركهما. لا تفعل، لا تطيعهما. نهاه عن الشرك تقليدا، ولا يمكن أن يكون وجود الشرك بصحة العلم باستحقاق ذلك الذي عبد مع الله أنه حقيق أن يعبد. فأنت في الشرك على وجه كلها. طيب، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا تستفسد الذي بيني وبينك باستصلاح الذي بينك وبينهما. لماذا؟ الشرك ظلم عظيم. لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ألا أدري هل تستوعبون هذا الدين كيف هو؟ واحد أمريكي أسلم، لما بدأ يتعرف على الإسلام قال أكبر خديعة مخدوع فيها الغرب هو جهله بالإسلام. يعني أكبر رزية، أكبر مصيبة وقع الغرب هي جهلها بالإسلام. شوف الآن ربنا كيف يصفهم، كيف يصف الوالدين. وإن جاهداك، هو أولا يأمرك بإحسان بالوصية بهما، بالبر لهما، ثم يقول لك وإن جاهد يبذلان ما يستطيعان لصرفك عن الدين وردك إلى الشرك الذي هما عليه. وإن جاهداك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كيف هذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا إذا صاحباني فيها معروفا، لكن هما يجاهدان عن أي دين؟ عن الدين الحق، لإرجاعي إلى الدين الباطل، ويسلكني في ذلك كل مسلك ويبذلني فيه كل جهد. هذا لا يحملني على أن أغضب لديني وأن تأخذ الحمية لديني ولدين التوحيد وهذا وأصرمهما وأقطعهما وأسيء عشرتهما. لا، إن فعل هذا الذي أصف لك صاحبهما في الدنيا معروفا.
أي دين هذا؟ صاحبهما في الدنيا معروفا. لهذا قلت لكم أن هذا يقول لنا أبوي دفنتهما ولم تدمع لي عين. مجنون أنت. هذا دليل على أن أنت لو كنت بعيرا لرحمتهما. وكيف تصنع بهذه الآية؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا أي مصاحبا معروفا، صحابا معروفا. طيب ما هو المعروف؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، ما هو المعروف؟ المعروف هو ما لا ينكر، هو ما تعرفه النفوس ولا تنكره، هذا هو المعروف. يعني صاحبهما بما يعرف لمثلهما، هذا معروف. صاحبهما بما لا ينكر في حقهما من الحلم والاحتمال وبذل المال وبذل طلاقة الوجه ودعائهما إلى الإسلام بالرفق. هما يجاهدانك بالخشونة على أن تترك الدين وأنت تدعوهما بالرفق على الدخول إليه. ديننا دين، ماذا أقول لكم؟ السمو، الرقي، الأخلاق العالية السامقة الشامخة. يا ربي، هذان عدوان لك الآن، هما عدوان لك. يقول كيه إلي مرجعكم جميعا، هذا شأني، سأحكم أنا فيما يخصك وسأحكم فيما يخصهما، أما شأنك أنت هو ما أمرك به فيهما. ايش هذه؟ أي دين هذا؟ فأين تجدون مثل هذا؟ يؤذونك في دينك، ليسوا لو كان يؤذونك في مالك قلت اصبر، لكن يؤذونك في الذي به نجاتك من الخلود في جهنم، ومع ذلك لا تغضب، ومع ذلك لا تسيء عشرتهما، ويقول لك ويجيئك بهذا الأمر بعد ذكره مجاهدتهما في إخراجك عن دينه، وهو دينه، هو سبحانه يغضب له، ولم يحمله هذا على أن يقول لك غضبا لدينه أسيء عشرتهما. هذا ديننا، هذا ربنا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. طيب هنا قضية، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، وأين سأصاحبهما إلا في الدنيا؟ لماذا يذكر هذا القيد؟ أرأيتم لو قال وصاحبهما معروفا ألم يكن كافيا؟ صاحبهما معروفا، قال في الدنيا والنساء صاحبهما، احنا في الدنيا. لماذا يزيد هذا القيد في الدنيا؟ كأنه يشير ربنا إلى مقابله، أي لا تصاحبهما في الدين، هذاك لا تطيعهما فيه، صاحبهما في الدنيا. ثم هناك ملحظ آخر، وهو صاحبهما ما دام ودمت في الدنيا. ليست تصاحبها اليوم تصاحبهما معروفا وغدا تترك صحبتهما بالمعروف، لا، ما دام في الدنيا ودمت فيها تصاحبهما معروفا. الكلام في من؟ في الأبوين الكافرين المجاهدين لصرفك عن الدين. فما ظنك بقوله سبحانه في الأبوين المسلمين؟ هذا يبين لك عظمة الوالدين في هذا الدين بغض النظر عن كونهما مسلمين وكافرين. لا تطيعهما فيما يدعوانك إليه من الكفر، أما غير ذلك. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. أناب، نكمل الآية. أناب رجع إلى الصواب، أناب رجع إلى الصواب الحق. والذين أنابوا رجعوا إلى الصواب هم الذين خرجوا تركوا ملة الكفر ودخلوا ملة الإسلام. واتبع سبيل من أناب إلي، أي لا تتبع في الدين سبيل أبويك. الآن الإشكالات كلها تزول، هذا الإلباس كله الآن واضح كيف يتعامل الأبناء المؤمنون مع آبائهم الكافرين. تحسن الصحبة وتفعل وتبذل والود وإلى آخره، ولا تتبع سبيلهما، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم.
مرجعك ومرجع أبويك إلي. وهذا الكلام يسمعه الأبوان أيضا فيفهمان بتقديم الخبر على المبتدأ أن هذه الأصنام تعبدون لن ترجعوا إليها، لن يكون المرجع إليها، إلي وحدي مرجعكم. ففيه وعد للولد وفيه وعيد للوالدين. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون جميعا، أنت من امتثال الأمر وهذا شأني أنا حينئذ.